ازاي القمر ممكن يبوظ شكل بيتك؟ عندنا في الشقة دي ان احنا معانا هنا كل ده عمود، والكاميرا ماشي من اول للاخر. عمق الكاميرا اكتر من 60 سم. عملنا ايه هنا؟ عملنا هنا ان احنا استغلناها ستورج بتوصيلات الكهرباء بالليد بروفايل برضو بشكل ديكوري، او منها بوفيه ومنها شكل ديكوري. نخش على الجزء الثاني برضو. معانا هنا جلدنا على الكاميرا بالجبسن بورد وعملنا مكان لبيت الستار. هنخش على الجزئية الثانية برضو. الجزئية دي برضو كان معايا العمود في الكامل، ومعانا الحته دي ستورج مهدور، حطينا فيها برضو الخشب الطبيعي بالليد بروفايل، منها ديكور ومنها برضو حته ستورج. كان معايا هنا في الجزئيه دي مطبخ امريكان، وكان معايا فرق الارتفاع هنا حاجه بسيطه، والكاميرا نازله 80 سم، كان شكلها مش احسن حاجه. هوريكم احنا عملنا ايه. ردينا بالحيطه واستغليناها في وضع التكييف والمرايه، وعالجناها ازاي جوه في المطبخ. عالجناها هنا في المطبخ ازاي؟ ان احنا قسمنا فرق الارتفاعات، عملنا دي زونه لوحدها ودي زونه لوحدها. لو لاحظتوا ان في فرق الارتفاع ما بين هنا وهنا، حطينا هنا برضو الاستورج وحطينا هنا الاستورج، وعملنا هنا الاستورج بالليد بروفايل بالازاز، شكلها مناسب جدا. معايا هنا برضو نفس المشكله، شكل الكاميرا اللي بارزه في الاوضه، عملنا نفس التسريحه مع المكتب بنفس شكله الكاميرا، واصبحت ان الكاميرا اللي شكلها وحش اصبحت ان هي مخليه شكل العلاقه شكلها مناسب جدا. هنا برضو كان معايا مشكله نفس الكاميرا، صححنا الحيطه وحطينا فيها خزان الدفن، وعملنا في الكابن شاور الخوارنقات اللي هيتحط فيها شكل ديكوري وستورج او الشامبوهات، وشكلها مناسب جدا. مشكله سقوط الكاميرا دي انا عالجتها ازاي؟ نزلت بالجبسن بورد بعد الكاميرا ب 20 سم، عملت مواسير التكييف بتاعتي ومواسير الصرف اللي رايحه للحمام عشان ما ينفعش اكسر في الكاميرا، وحطيت تسريحه المدام تحتها. اصبح ان شكل الكاميرا اللي مش عاجبني استغليته بشكل ديكوري للتسريحه، وفي نفس الوقت استغليته ان انا حطيت فيه مكان التكييف. نفس الموضوع هنا برضو، الكاميرا كانت معايا لحد الاخر، وكان معايا هنا عمود، عملنا في العمود ربع طوبه بحيث ان احنا نحط فيها الكهرباء بتاعتنا، وفي نفس الوقت صنعنا ستورج دي بيلت ان، خبينا منها شكل الكاميرا اللي مش عاجبنا. كان معايا هنا نفس الموضوع برضو، الكاميرا جايه من اول لاخر الحمام، صححنا الحيطه بالكامل، استغليناها ان احنا حطينا خزان الدفن، عملنا الخوارنقات كشكل ديكوري، وصلنا ليها الكهرباء، وعملنا في حته الشباك ان احنا عملنا الالوميتال من بره. اصبحت برضو ان الحته دي مستغله معايا في الحمام. ومعايا في الكابن شاور برضو عملنا الخوارنقات في الكابن شاور كستورج ومكان للشامبوهات، وبرضو شكل ديكوري. الملخص ان احنا لو بيتنا سوليد سلاب وشكل القمر مضايقنا، ان احنا نختار الشركه الصح اللي تصمم لك صح وتنفذ لك صح وتستغل لك مساحاتك صح.